هذول ثلاثة شباب في إحدى المحافظات وكانوا يتعاطون حبوب مخدرة. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة والعافية. الحاصل أن الحبوب أنهتهم ماديا، ما عاد يملكون ولا ريال. راحوا لهذا يبون يشترون منه، قال فلوس، راحوا للثاني فلوس، راح الثالث فلوس، مع أنه يعني يعرفونهم وزباينهم لكن ما فيهم خير، لا هم لا اللي يبيع ولا اللي يشتري. نعم. هذه ما فيها مرجلة. فبالتالي يبون هالبلا هذا. واحد معهم مع السيارة ونيت، وقعدوا يدورون في هالمحافظة هذه. الكلام هذا عام 1982 ميلادي، تو لا بعد جت اتصالات ولا بعد جت. فهم يدورون الظهر، إلا والله فيه ذاك الرجال في هال50 من عمره طالع من البنك. الرجال هذا معروف في الديرة ولا هو بيسوق، لكنه راعي غنم. قالوا وش جايب إن فلان في البنك؟ والله ما غير جاي يسحب فلوس. إيه تكلموا فيه، قال واحد العلم عندي فلان هذا بايع غنم أمس على ولد عمي فلان ومعطيه شيك، وهذا والله ما يعرف الشيك ما الشيك جاي يبي يصرفه. قالوا بس معه فلوس، وقف عنده. خذوا لفه وجو من وراء البنك وقفوا عنده. اركب ارحب يا ابو فلان. ركب، نوصلك بيتك. هو شمس ويبي سيارة توصله بيته، وهم يشوفونه حط الظرف في جيبه وهو طالع. قالوا نبي الحذية. الحذية معروفة يعني عطنا من اللي معك. قال ما أبي حذية ولا بدراهم. قالوا كيف ما بدراهم؟ طلع من البنك. قال مسدد الفواتير. يتصدد عنهم، هو بوانسلهم بالحيل لكن يبي السيارة بالعربي. قالوا إلا أنت بايع غنم وعطنا يا أخوي. قال إيه منه كلمة منهم كلمة، زاد الكلام ما هم معطيهم فلوس بالعربي، هو عارفهم. السواق نسأل الله السلامة، ما نقول آثار المخدرات، ما عادوا في شعوره يبي مخدرات وبس. قام طلع سكين من درج السيارة وطعنه. يوم طعنه مد يده وخذ الظرف اللي في مخباته وفتح الباب ودفه. طاح الرجال صريع، انحاش بالسيارة، انطلق بالسيارة. يوم راح له يجي له 5 كيلو اللي وراء من يوم ما طعنه. طعنته يا المجنون بيذبحونا معك، حنا ما قلنا نذبحه، ما اتفقنا نذبح. قالوا شو تبون يعطوني الفلوس؟ انتم مجنن، ما هم معطيني الدراهم هلا بذبح. قال واحد منهم والله اني لبلغ عليك. قال تبلغ علي انا وانا ماخذ الفلوس لي ولك؟ وهو يوقف وينزلون الثلاثة ويتضاربون الثلاثة. السواق هو أكبر منهم بسنتين، ضرب الأول، الثاني تقل فتر حيله شوي وتعافر هو وياه لين السكين اللي طعن بها الأول في جيبه طلعها وعطاه إياه. شوفوا الجنون، مخدرات هذه ما توديك إلا الداهية. نعم. ونهايتها لا تحمد عقبها. نعم. طعن الثاني، يوم طعنه طول ما ركم إلا غرقان في دم. ركب السائق. ها؟ السائق اللي طعن. اي حتى عن الثاني، هذا ثاني صريع له، وهو طعم يشغل سيارته وينطلق ويعرض الخط السريع وهو ينطلق. وين هو رايح؟ ما معه خبر، مرتاع وخايف وخلاص مسكوني بيمسكوني. المهم انه سرى نهارك كله لين جليل. يوم جليل ما عاد يدري وين هو فيه، ولا انا واقفين عند شبك المطار، ولا ما عاد يقدر يتحرك. طف السياره وانسدح ورا ونام. خذ له يمكن ساعة ما درى لا السفتي يشتغل. اي الدوريات عنده امن، ما ممنوع تنوم هذا المكان. وش عندك؟ ويوم قام شاف الدوريات قام يرجف قلبه. قال اطرحوني مسكوني، وما في شيء، ما سويت شيء. قالوا احنا ما قلنا لكم مسوي شيء، بس يكاد المريب ان يقول خذوني. قال انا ما سويت شيء. قالوا احنا عارفين بس هنا ممنوع تنوم. قال انا مسافر. قال لي نم في اللي تبي بس هنا لا، احنا مسؤولين عن المكان ذا. قال ليش المكان ذا وش؟ قال هذا المطار. قال المطار؟ انا كيف راح اتعلم بالي المطار؟ ان قعدت اليوم ولا بكره ولا بعد بيمسكوني، خلاني اسافر انا بنحاش. المهم طال عمركم بكره الصبح وهو عند الجوازات. تعرفون على بال ما التعميم ذاك الوقت والتعاميم وتاصل وكذا ويعمم ورقم اللوحه يعني تاخذ وقت. فهو طلع جوازه
واتجه لأقرب مركز شركة سفر وسياحة حجوزات، دخل عليها لا في ذاك الموظف، لأن الرجال مختلف. قال اسمع احجز لي. كم معه هالحين في جيبه؟ 25,000. هذه قيمة الغنم وقيمة السرقة والذبحة على 25,000. قال اسمع احجز لي أنا بسافر. قال ابشر تسافر، وش تبي؟ وين تبي تسافر؟ قال ما أدري. قال عجيب، ما في حد ما يدري وين بيسافر. لازم تعرف وين تبي تسافر. قال يا أخوي أنا اقلعني وبس، أنا بسافر. قال طيب وين تبي طبيعة؟ تبي بحر؟ قال يا أخوي أبي الشيطان الرجيم، اقلعني الله يقلعك وبس، لا تبلجني، أبي مكان ما يعرفه مسلم. قال غريب مكان ما. طيب يعني من باب الضحك قال تبي تروح لفرنش غيانا؟ قال وش ذي فرنش غيانا؟ قال هذه دولة ما قد حجاها. قال لي أنا بروح له، أبيها، ودني له. قال ذي بعيدة ورحلات وتعب. قال أنا بروح لفرنش غيانا، ها اللي تقول ذي أنا ودني له، بس الحين أمشي. قال لي ما يخالف الحين طلعك، حاسب كم التذكرة لحالها بأكثر من 12,000 التذاكر. طلعه من الرياض للبحرين، لبنان، الفرنسا، من فرنسا إلى فرنش غيانا. جلس في الرحلات هذه في المطارات يمكن 2-3 أيام وهو لا ينام وحالته قشرة. تخيلوا وضعه. نزل بعد 3 يوم في فرنش غيانا، لا عارف ولا معروف ولا عارف لغة ولا عارف شيء أبد. نزل في الديرة تقريبا جزئين طبقية، طبقة عالية فنادق واقتصاد، وطبقة كادحة تعبانة. فهو نزل ودار في البلد ما يدري وين يروح ولا يدري وين يجي، ما تجوع، حتى كلامهم ما يعرفه، فلوسهم ما عرف صرفها، ما عرف شيء، ضايع في عالم آخر. فقام يمشي معهم لين طواه الجوع. آخر شيء صار يشتري، يقول ها أبي آكل بس، وكل واحد يوخر عنه. لين جاب الله له واحد رحمه أشر له. وين أشر له؟ على إيش؟ على الكنيسة. الكنيسة وش فيها؟ هم أكثرهم هي ساحلية، فالسمك اللي ما ينباع في السوق يصير نص عمر ياخذونه الصيادين يودونه الكنيسة، خلاص سووا اللي تبون يعني، فيسوونه الضعوف. صار ياكل مسكين، خذ له يمكن أسبوع إلى ما تجوع، رجع على هالمائدة وأكل منها وطلع. طبعا أكل من الله لك عليه. عاش معهم فترة لين اللي قاله رجع، تصادق هو إياه، صار إيش؟ يشغل حمالي يشيلوا ينزلون من السفن، واستمر معه فترة. بعد طبعا هو الآن مخفي هويته، ولا يقول أنا من وين ولا مغير اسمه وكل شيء. المهم انه تصادق هو هالرجال هذا صداقة عظيمة. وبعد حوالي 9 شهور سنة انطلق لسانه بلغتهم. طبعا لغتهم انجليزية لكنها مكسرة، ما هي بانجليزية صحيحة يعني، فيها اخطاء، فيها مختلفة شوي. فالحاصل عاش عيشة ضنكة زي عيشة الطبقة الكادحة التعبانة، يعني تقريبا ترى دخله البطنة، ما يستفيد شيء ولا يجمع شيء. بعد فترة انتقل مع خويه هذا الديرة الثانية في فرنش غيانا، واشتغلوا. يوم من الأيام لقى الظهر، طبعا طبيعتهم كلهم طبيعتهم الظهر الشمس حامية ساحلية، فيريحون تحت الشجر يتسلقون وينامون شوي الظهر مقيال. فيقول يوم جالس مرة في الظلال لا يشوف رجال لابس نزار ويصلي في هالديرة يصلي غير، لا ولا لحية، شكله لا هو بهندي ولا هو مشكل، وضعه غريب. فراح وجلس عنده، قال السلام عليكم، قال عليكم السلام. قال أنت تصلي؟ قال نعم. أنت من وين؟ قال أنا مسلم، أصولي يعني أجدادي فيهم حضارم وفيهم هنود وفيهم زنوج من أفريقيا، فحنا خليط، ومعي ناس واجد زيي هنا، الحين بيجون صلي. جو وصلوا. قالوا زين. دخل معه، انتقلوا معه لمدينتهم، طبعا عملهم موسمي، فرجعوا مدينتهم أو بلدتهم، رجع معهم في نفس فرنش غيانا، هذه بلدة صغيرة. أعجبوا فيه وأعجب فيهم، صار
زي ما تقول صديق له الحي هذا كله. فاخذ له دكان، عطوه طبعا مبلغ وفتح له دكان وصار ينام فيه ويبيع فيه وعيشته فيه ولا يتعدى، جلس فيه 6 سنوات. طبعا هو لما قال لهم ان انا حضرمي وتوني جاي، طبعا قال لهم انا حضرمي عفوا، قالوا زين يعني لسانك عربي؟ قال نعم. قال جابك الله تصلي بنا. هو اول ما يصلي طراه الصلاه ما يعرف الصلاه هو، قال بس اعطوني مصحف، صار يقرا وما شاء الله لا اله الا الله فتح الله عليه، صار هو الامام ويقرا بهم وما شاء الله يعني يدخل الايمان في قلبه، صار ما يقدر يضيع الفرض بحكم انه الامام بما فيها صلاه الفجر. ايه بعد 6 سنوات قالوا يا فلان وش رايك تتزوج؟ انت لا رحت ولا سافرت ولا جيت ولا جاك زوار ولا عندك زود اتصالات، غريب. علمنا بسرك. قال ما عندي سر، انا مقطوع من شجره. خايف هو. قالوا طيب وش رايك نزوجك؟ هذا فلان عنده بنت. قال ما يخالف. خذها ولا بنت جميله وما شاء الله مؤدبه وحبها وحبته، جاه منها عيال. هالحين هذول الربع ذولا فيه منهم ناس هاجروا الى هولندا قبل سنوات، حتى قبل لا يجي هو، ويسمع بهم هو في السنه يوم، يا هذولاك يجون عند ذولا 5 أيام اسبوع او العكس، ذولا يروحون. فهو عارف القصه هذه ان قاربنا في هولندا ونحن نتزاور حنا وياه. يقولون له مشينا تعال معنا خلنا نروح لفرنشقيانا. قال ابدا ولا تعدى ديرتي ولا اطلع من هالمكان. بعد 28 سنه لزموا عليه، قالوا الا تروح معنا لهولندا، شوف اقاربنا وشوف الدنيا، انت ايش خايف منه؟ حتى لو عليك قضيه تراها نست. قال ها. طلعوا له جواز، طبعا هو خلال الوقت هذا ترى طلع اقامه في البدايه، بعدين طلع جنسيه فرنشقياني، وبعدين طلع جواز بحكم انه اقام سنوات في البلد، فصار مواطن عادي. فطلع جواز وسافر الى هولندا معهم. قالوا بكره بنروح للعاصمه نسيت اسمها عشان في صلاه جمعه وفي مسجد. المسجد هذا وين فيه؟ جنب السفاره السعوديه. شوفوا الدنيا وشلون. فلما اقبلوا مع الشارع، المسجد على اليسار والسفاره على اليمين، شاف العلم. في كايين هذا؟ ها؟ كايين العاصمه اعتقد انها كايين. اعتقد. نعم. الحاصل انه لقوا شاف العلم. يوم شاف العلم ودلي دموعه تهل بدون صياح، ماسك نفسه لكن دموعه تهل يوم شاف علم السعوديه بس بعد 28 سنه. وناظروا وقالوا وش فيك يا فلان وش فيك؟ قال ما فيني شيء بس عيوني فيها حراره وحساسيه. قالوا طيب، هم عارفين انه بلا. دخلوا المسجد وصلوا الجمعه. يوم طلعوا هو ما وده تخلص صلاه الجمعه ابد، لانه شاف وجيه سعوديين وعرب وحن قلبه سبحان الله العظيم. فلما طلعوا لقى 2 3 يتكلمون بلهجه سعوديه نجديه، فقعد يتسمع لهم وراح وسلم عليهم. لما انصرفوا 2 سلم على الثالث رجل كبير رزين، قال له لو سمحت انت من وين؟ قال من السعوديه. قال فيه رجال صديق لي في السعوديه انا حضرمي واشتغلت عندهم في الديره هذه، ابوي كان عنده بقاله في الديره هذه ودي اتواصل معه، تقدر تجيب لي رقمه؟ قال اقدر، مع اني ما اعتقد ان كلامك كله الصحيح لانك انت ما انت بحضرمي. واضح. اي واضح. لكن قال لا انا حضر. قال بكيفك انا بساعدك. وش اسم خويك؟ وفي اي ديره؟ قال في الديره الفلانيه وهذا اسمه فلان بن فلان فلان. هو اللي طقه الثالث بس ما طعنه، وتوقع انه هو اللي نجا منهم. فقال عطني اسمه، اعطاه اسمه. بعد حوالي 3 أسابيع اتصل به، تواصل معه ورجع هو لفرنشقيانا، اعطاه رقمه، تواصل معه واعطاه الرقم. قال هذا رقم صاحبك وترى حي يرزق. طبعا له عياره هذا فاتصل عليه، بس عياره اي مصيبه نساها يعني، مثل ما تقول عريف خلينا نقول. قال عريف. قال ها. قال انت عريف؟ قال دقيقه. طلع وكلمه برا المجلس اللي كان فيه. قال من انت؟ قال انا فلان. قال اسالك بالله انت حي، انت فلان؟ قال اي والله العظيم انا فلان. قال انت خبل، وينك انت؟ وينك؟ قال انا فرض الله. قال يا مجنون
وش يوديك ما ادري وينك فيها الحين انت؟ وش علمك انت؟ قال هذا علي رقبتين. قال ما عليك شيء. قال شلون؟ قال ما ماتوا. وفي اسبوعها راحوا اهلك وجماعك وطلبوهم وراحت حب خشوم ومطامر حصن وصلاح وفلح. انت وين غديت؟ قال انا 28 سنه. 28 سنه. قال والله انها منتهيه ما كملت اسبوعين. القضايا اللي وكلنا عقلنا وكبرنا وتركنا بلاوينا ذيك. انت مضيع نفسك. تعال 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 تواصل مع الاهلي. قال ابوك مات وامك ماتت واخوك فلان يطلب كل حل. بقى عيالهم. قال طيب رجع الرجال عاد بنختصرها. رجع الرجال يوم رجع جل ديرته وراح البيت ابوه. يوم جاء بيت ابوه ولا بيت شعبي قديم اللي كانوا ساكنينه. ولا ولد اخوه حاطه مستودع. حاط له محل تجاري وحاط بيت جده ذا مستودع. لقى الولد ولد في 25 26 سنه. قال السلام عليكم. وعليكم السلام. قال انا باهل هالبيت. قال اهل هالبيت فنيوا يا عم لكن اقلط معنا في بيتنا. قال ان شاء الله. انت من انت؟ قال انا فلان ابن. قال ابن فلان. قال ايه ونعم اجل بروح معك. ابوك موجود؟ قال الله في البيت. قال ذهب الدله يلا انا وراك. واتصل قال ترى معي رجال ما اعرفه بس اني لقيته عند بيت جدي. قال الله يحييه. تقابلوا. يوم دخل المجلس قال مرحبا مرحبا. هذا اخوك تسبر شوي في السن وقل شوفه. فز وسلم عليه يا هلا يا هلا بالضيف الله حيه يلا حيه. يوم اقبل وضبط يده قال ما عرفتني يا اخوي فلان. قال فلان وهو يخم. قال رح يا ولدي عزم عمانك وعماتك كلهم قل لا يتاخر منهم احد ترى اخوهم جاء. الله اكبر. عقب 28 او 29 سنه ويجي ويجلس معهم ويستانسوا. وقالوا عاد ارجع تعال بعيالك وعش معنا. قال ما عاد تصلح. طبعا هو هناك تطور نشاطه وصار عنده شركه وتجر صار بخير فصار من اهل البلد هناك. انا قال عيشتي هناك والله انها شوفتكم احب لي لكن هناك مصلحتي ما عاد اقدر اعيش هنا. فرجع وعاش هناك وصار يتواصل معهم في رمضان وفي اتصالات وكذا. وهذه سالفته وسلامتكم.